إليكم آخر أخبار الطريقة القادرية. إليكم آخر أخبار الطريقة القادرية. وصلت إلينا أنباء عاجلة عن وفاة الشيخ عبيد الله القادري، وجاري تجهيز الضريح وصندوق للنذور قبل زفة الجنازة بالطبل البلدي. يا نهار مش فايت. يا منيل انت خضتني فيه ده فيه نصيبة كبيرة. ولا انت وشك فجر عليا دي انت. طب وانا مالي يا حاج عوض؟ عمرك ما جبت لي خبر حلو ابدا، دايما اخبارك زي وشك. طب وانا ذنبي يا حاج عوض؟ ما هي دي الاخبار اللي موجودة. خير يا اخويا، عربيتي جرى لها حاجة ولا صندوق النذور انسرق؟ لا دي ولا دي. طالما عربيتي سليمة والصندوق سليم، اي حاجة بعد كده ما هيش نصيبي. فاكر الشيخ اللي كان بيتف في ايده ويعمل كده ويطلع حلاوي؟ ماله؟ مات النهارده الصبح. وايه النصيبة في كده يا فاشل؟ ده الاولياء زادوا واحد. يعني انت مش زعلان؟ وانا ايه اللي هيزعلني يا اخويا؟ ده انا هرقص في الجنازة كمان. وعلى كده يا حاج عوض الرقص ده سنة ولا فرض؟ سنة ولا فرض؟ قمت عليكم ركب يا بعيد. ليه يا حاج عوض؟ انا بسأل بس عشان لما تموت ابقى ارقص في الجنازة وانا مطمن هاخد اجر قد ايه يعني. البحبحاني ابني وداني البحبحاني. أعزائي المشاهدين، فيديو النهاردة عن أحد أكبر الشخصيات الصوفية، ألا وهو الشيخ عبيد الله القادري. الشيخ عبيد الله القادري عملنا عنه فيديوهات قبل كده، كان بيحاول يظهر كراماته بخفة اليد، وقلنا لو الكرامات إنك أنت تطلع حلاوة من إيدك، كان يبقى الساحر اللي في الملاهي ولي من أولياء الله. أو لو أي دجال اشتغل مع الجن وكفر بالله عشان الجن يخدمه بأي حاجة وقدر يوهمنا بأي شيء خارق عن العادة، فيبقى الدجال الكافر ده ولي من أولياء الله. فما بتتحسبش كده. بص، هو ده مش موضوع النهاردة. موضوع النهاردة الفيديوهات اللي هتشوفها كمان شوية، جنازة بالطبل البلدي. الشيخ عبيد الله القادري وهو عايش كان بيتقرب إلى الله بالرقص. الرقص في الحضرة، حتى وهو في المستشفى برضه أتباع الطريقة القادرية العالية بيتقربوا إلى الله بالرقص. ولما مات الشيخ طلعوا جنازته بالرقص، فيبقى من عاش على شيء مات عليه. نرجع للسؤال اللي بيزعل، هل الرسول كان بيتقرب إلى الله بالرقص؟ طب هل الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم شافوا إن العبادة دي خير وتركوها؟ بلاش الكلام ده كله. هل لما النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله طلعوا جنازته بالرقص والطبل البلدي؟ طب في حد من الصحابة طلعت جنازته بالطبل البلدي؟ مفيش. طب يبقى انتوا جبتوا الحاجة دي منين؟ وازاي بتتعبدوا الى الله بحاجه ليست من الدين؟ طب عشان ما اطولش عليك هسالك اخر سؤال تساله لاي واحد صوفي ما حبش يكمل الفيديو ده. الشيخ اللي مات وبكره هتعملوا له ضريح وصندوق للنذور، واكيد هتروح تطلب منه المدد عند القبر بتاعه، كان بيطلب المدد من مين وهو عايش؟ اصل شيخ الطريقه ده ابن شيخ الطريقه، وابوه كان برضه ابن شيخ الطريقه. ما هي الطريقه دي منسوبه للشيخ الجيلاني اللي بريء من افعالهم. فعشان اختصر عليك الموضوع، الشيخ الجيلاني نفسه كان بيطلب المدد من مين؟ اكيد اللي هو بيطلب منه المدد افضل منه. وليه لما بيموت شيخ الطريقه بينطلب منه المدد؟ وايه اللي بيحل عليك لما بتطلب المدد من شيخ الطريقه؟ تعالوا نشوف المدد اللي كانوا بياخدوه والشيخ عايش. الرقص في الحضره ايام ما كان الشيخ في المستشفى بيطلب المدد من الدكاتره. اعزائي المشاهدين، خلينا بقى نشوف الجنازه بالطبل البلدي. السؤال اللي زعل بقى، خارج من المسجد بالطبل البلدي، مين من الصحابة اتعمل له كده؟ ايه ده؟ طب جبتوا الدليل ده منين يعني؟ يعني مين من الانبياء وهو خارجه جنازته كده اتعمل معاه كده؟ مين من الصحابة؟ مين من التابعين؟ مين من المسلمين غير الصوفية؟ مين؟ ايه ده؟ يعني الطبل ده هيخفف عنه العذاب؟ طب هيرفع له الدرجات؟ طب انتوا هتاخدوا حسنات على كده؟ مين اللي عمل كده؟ فين الدليل على كده؟ دول مبسوطين بقى، هيقولوا مدد يا مولانا مدد. بقى ميت خلاص، بيقدر يعمل كل حاجة بعد الموت.
وهو عايش ما كانش قادر يشفي نفسه، ده هم هيطلبوا منه الشفاء بعد ما يموت. دي بقى حضرة وطي الصوت، وهو كان في المستشفى. الحضرة اللي بعدها كان موجود، فأنا جبت لكم دي الأول. المفروض الناس دي بتتقرب إلى الله بالكلام ده، مفروض، وهيطلبوا المدد من سيدهم الشيخ بالعون والغوث والنصرة والشفاء، وهو مرمي في المستشفى مش قادر يشفي نفسه. ردود، ده ردود، بس ناقص لهم اللطم بس. هيجي بعدين، هيجي، ما تقلقش، صبر مع الصوفية، توقع كل حاجة. الله اهو، الله اهو. مين اللي علمك الحركة دي؟ بتاخد حسنة على كل هزة ولا على كل رقصة؟ يعني بتاخد الحسنات عبارة عن ايه يعني؟ يعني ده ايه؟ محمد الباقر، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي الرضا، شيعة يا باشا. اتفضل. دي عبادة ايه بقى؟ دي عبادة ايه بالظبط؟ مش عيب يعني؟ الحاج ركبوا العفريت. افرح يا حاج، هتقول مدد يا شيخنا، اشفيني يا شيخنا. انت زعلان ليه؟ ما تخافش. او قول يا رب اشفي، ما تقولش مدد، ما تقولش مدد يا جيلان اشفي الشيخ، قول مدد يا رب. الواد الصغير ده لسه بيتعلم الرقص. الله الله ما اعرفش ايه الاله عندهم ده. وده عمك الشيخ بقى ما اعرفش بيدعي ربنا ولا بيدعي مين بالظبط. يا على الخشوع، يا ايوه اديله. دي عبادة الرقص والهز والهشك بشك وشخاليل. عبادة بالنص التحتاني. دي خدتوا دليلها منين؟ يعني خدتوا دليلها منين يعني؟ سيدنا جعفر لما النبي قال له حاجة وفرحته وحجل، ما كانتش عبادة وما كررهاش ومحدش عملها زيه، لأن الحج ذات نفسه مش حرام. لو أنا مثلا رايح مشوار وفرحان، فاكرين الواد اللي كان ولعت وبيحجل؟ مش عبادة لكن فرحة. فاكرين؟ ادعي لهم بالله عليكم يا جماعة، ادعي لهم ربنا ينصرهم على من يعديهم ويهدي الصوفية. لكن تاخدها كعبادة ازاي؟ ده في حضور الشيخ. انا موطي الصوت 28% ومزعج. عمك الشيخ اهو ماشي بيكحكح، الصحة خلاص راحت، فين المدد؟ مين اللي بيمده بالصحة؟ أبوه. مين اللي بيمده بالقوة؟ أبوه. مين اللي بيمده بالعمر؟ الشيخ الجيلاني. إنما تقول مدد يا رب، لا، اوعى تقول مدد يا رب. ليه؟ لازم واسطة. هو قال لنا كده، قال لنا كده، وابتغوا إليه الوسيلة. ده دليل يا عم من القرآن. الصحابة كلهم فسروا الآية، علي بن أبي طالب نفسه فسر الآية إنك تتقرب إلى الله بالعمل الصالح مش بالرأس. تتقرب إلى الله بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، بالحاجة اللي انت عملتها. أصحاب الكهف 3 اللي اتقفل عليهم الغار تقربوا إلى الله بإيه؟ كل واحد دعا بإيه؟ إنه عمل حاجة لوجه الله، فيا رب لو الحاجة دي خالصة لوجهك فرج عننا. لا، احنا مدد يا شيخنا، مدد. شيخكم في المستشفى مش قادر يحمي نفسه، مش قادر يشفي نفسه. والله عايز اعرف بس كم مرة عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ المنع لا يعني التحريم يا راجل. المنع لا يعني التحريم. الترك لا يعني التحريم. الترك لا يعني التحريم. حاجة النبي ما عملهاش لا يعني التحريم. طب الأغاني عند الصوفية حلال، الموسيقى تيرين تيرين تين 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 حلال.
ليه؟ الشيخ فلان قال الحلال، العلامة قال حلال. طيب قراءة القرآن ينفع ادمجهم مع بعض؟ النبي ما عملهاش يا عم، دي حلال وده حلال عندكم، ينفع اعملها؟ لا يا عم ما ينفعش. ليه يا عم؟ النبي ما عملهاش، ترك لا يعني التحريم. اهي ينفع ارقص وانا بصلي؟ عندكم دي عباده، دي عباده والصلاه عباده. ينفع ارقص كده وانا بصلي؟ يعني وانا بصلي كده اقعد اعمل كده؟ ينفع؟ الترك لا يعني التحريم يا عم، ما تشددهاش اهو على كلامك اهو. ينفع؟ انا عايز اعرف يعني لو ينفع نعملها نبتدع. هقول لك برضو الترك لا يعني التحريم، الرسول ما عملهاش. اهو ينفع وانا بصلي كده اقول الله وانا بصلي الفجر مثلا كده والشيخ بيتكلم الله اعمل له كده؟ ليه يا عم؟ بنقول الله يا عم. الترك لا يعني التحريم. ينفع اصلي الظهر 9 ركعات تعبد يا عم، بتعبد الى الله؟ هو ربنا هيحاسبني عشان بصلي 9 ركعات الظهر؟ هيحاسبني عشان بكتر في الصلاة؟ النبي ما عملش كده. ترك لا يعني التحريم يا عم، صلوهم 12 ركعة. والفجر ليه ركعتين، الواحد بيبقى قايم من النوم نشيط وكده، نخليهم 90. الترك لا يعني التحريم يا عم، بنفس منطقك. بس الفيديو خلص. اعزائي المشاهدين انا بحبكم في الله. الناس اللي بتوصل لاخر الفيديو اكتبوا لي تعليقات، اكتبوا لي تعليق اجيب لك كلمه السر. كلمه السر انا ساعات بنساها والناس بتقول لي ما تنساش يا بحر. اكتب لنا كلمه سر، اكتب لي انت بتشوف الفيديو ده الساعه كام بالظبط. انا بحبكم في الله وعند الله تجتمع الخصوم. سلام عليكم. سأقطع كل من عادى رسولي وأبتر كل حبل للوصال وأقليه وأبغضه جهارا رجاء للمال